أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مبارك عليكم قناة الندى، قناة جديدة في سماء الأمة تطلق في زمن بلغت فيها خطورة الإعلام مداها. الإعلام، وما أدراك ما الإعلام، الذي يقوم الآن بتشكيل فكر الأمة. كانوا فيما مضى يقولون الناس على دين ملوكهم، واليوم يقولون الناس على دين تلفزيونهم. لذلك كم نحن بحاجة إلى هذه القناة وأمثالها لكي تعيد الأمور إلى نصابها، وتصاغ الأمور صياغة شرعية صحيحة. إننا بحاجة فعلا إلى وجود قناة خالصة طاهرة سلفية محضة علمية مؤصلة مركزة. بحاجة، هذه هي القناة التي نحلم بها، ولعلك تجدها في قناة الندى، كما وعد بذلك فضيلة الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى. خطورة الإعلام في زماننا في توجيه الفكر، فتكون هذه القناة لتصحيح الأفكار وإعادة الأمة إلى الصراط المستقيم، لأنها تقوم فقط على الدليل الصحيح. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة. إخوتي، إن ثوابت الدين اليوم تتعرض في تلك الهجمة الإعلامية الشرسة من جرائد ومجلات وقنوات وفضائيات. تتعرض ثوابت الدين ورموز الإسلام إلى هجمة شرسة، فكم نحن بحاجة إلى هذه القناة، إلى وجودها ودعمها. قناة ندى، نرجو أن تكون كالندى الذي يرطب حياة المسلمين ويرطب قلوبهم بذكر الله وتأصيل الدين الصحيح. قناة الندى نرجو أن تكون نجما لامعا في سماء الأمة إن شاء الله. أحبكم في الله، أهنئكم بقناة الندى، والسلام عليكم ورحمة الله.